المخلوقات الأسطورية العربية الحيوانية والصحراوية. رقم 1، شحمة الأرض. دودة بتنكمش على شكل حبة لو حاول حد يلمسها. حجمها صغير ولونها أبيض منقط ببقعة حمراء. بتعرف تمشي على النار من غير ما يحصلها حاجة، ولو خرجت الدهن اللي جواها ودهنته على جلدك هتحميك من النار. رقم 2، البريس. ده بقى مخلوق مصاص للدماء، بيكون موجود في الصحراء وبيفترس المسافرين اللي بيريحوا شوية في الطريق ويناموا، وأثناء نومهم بيقوم المخلوق بمص الدم من الأقدام، وبيفضل يمص الدم لحد ما يموت المسافر. رقم 3، الحياة الطائرة. تعبان عنده أجنحة زي أجنحة الخفافيش، وبتتميز بلدغة مميتة. بتعيش تحت أشجار اللبان. كان العرب لما بيكونوا عاوزين يحصدوا البخور من الأشجار كانوا بيحرقوا حاجة اسمها الاستارك تحت الأشجار عشان الدخان يطرد الحياة الطائرة. رقم 4، الزريق. ده تعبان طوله قدم واحد، بيعيش في الصحراء العربية، وبتكون قادرة انها تقطع اي حاجة لنصين لان جسمها عبارة عن سكينة. محدش يعرف يقتلها غير بطريقة واحدة، وهي قطع راسها اثناء نومها. رقم 5، الحية ذات الرأسين. حية ليها راسين، واحدة في بداية جسمها وواحدة في نهاية جسمها عند منطقة الديل. بتتحرك بطريقة التدحرج على الرمل، وكان بيتقال انها بتتغذى براس وبتتعشى براس تانية، ممكن انها تعض بالراسين. رقم 6، سام أبرص. نوع كبير من الأبراص، راسه صغيرة وديله طويل، وعنده دم ليه خصائص شفائية كبيرة، زي انه بيعالج مرض الثعلبة والصلع، وكبده بيسكن وجع الراس، ودهنه بيشفي لسعة العقرب، وجلده بيعالج مرض الفتاء. رقم 7، سائر الرمال. سلطعون ليلي عملاق، حجمه زي الحصان ومنقاره شبه الطيور، وعنده ديل شبه العقرب. بيدفن نفسه في الرملة في النهار علشان محدش يلاقيه، وبيخرج بالليل وبيتغذى على باقي الحيوانات، ونادرا ما بياكل البشر، ووجبته المفضلة الجمال والخيول. رقم 8، الحية العظيمة. حية عملاقة بتبلع الجاموس والفيلة، وبتتلف على صخرة أو شجرة وقادرة إنها تكسرها، ومن كتر صوت الكسر كان العرب قادرين يسمعوا الصوت من مكان بعيد. المخلوقات الأسطورية العربية البحرية. رقم 1، طبيب البحر. مخلوق على هيئة إنسان، في جيبه حجر كريم لونه أصفر، وبيخرج من البحر ومعاه الحجر الأصفر. لو حد تعبان بيمسح بالحجر على مكان الوجع فبيخف المريض. رقم 2، السرطان. مخلوق عظيم في حجمه، بيعيش في البحار، له عينين في ظهره، وله 8 أرجل، وكان بيوهم الناس إن له 10 أرجل. رقم 3، أرنب البحر. حيوان راسه زي راس الأرنب وجسمه زي جسم السمك. اتقال إنه بيعالج الكلف والبهاق، وراسه لو اتحرقت والرماد اتحط على شعر شخص مريض بداء الثعلبة هيشفيه على طول. رقم 4، شيخ البحر. سمكة شبه الإنسان، عندها خياشيم، بيطلع للناس قرب ساحل بحر الشام، ولما الناس بيشوفوه بيستبشروا بالخير. رقم 5، الشيخ اليهودي. مخلوق وشه شبه الإنسان وجسمه جسم ضفدع. سموه باليهود لأنه بيخرج من البحر إلى البر في ليلة السبت وبيرجع ليلة الحد. رقم 6، عربوة. مخلوق غريب شبه السمكة بس طوله 10 أقدام، ومتغطي كله بالضلوع شبه الحرباية شوية، واتقال إنها بتعمل أصوات زي القطة. رقم 7، المنشار. سمكة كبيرة ظهرها زي أسنان المنشار، لما بتضرب بجسمها أي كائن تاني بيصدر صوت كبير جدا، وبتخرج مية من فمها وأنفها وبيطلع ناحية السما زي المطر. هي شبه الحيتان شوية. رقم 8، الدنتت. سمكة ضخمة في البحر، قادرة إنها تبلع سفينة بكل أفرادها مرة واحدة. الوحوش. 1، حمار الأيلة. راس حمار وجسم إنسان، وحش مخيف بياكل الأطفال الصغيرين اللي بيخرجوا وقت الظهر. رقم 2، البعبع. عبارة عن جسم إنسان ضخم، شعره طويل وإيده كبيرة ليها مخالب، وعنده حوافر بدل الأقدام، وعينه ما فيهاش بؤبؤة العين، بيضة تماما. رقم 3، الزبرق. كائن بيحب أكل البشر وبياكل الحيوانات كمان، واللي بيوصل حجمها لحجم الأفيال، بس بيتجنب وحيد القرن، والطريقة الوحيدة للهروب منه هو تسلق شجرة خشب الساج اللي ما بيعرفش يتسلقها. رقم 4، المستطبع.
مخلوق مصاص للدماء، بيهاجم الناس في الليل وبيمص الدم من رقبتهم، وعنده قدرة انه ينوم ضحاياه بعينيه. رقم 5. عجوز البحر. عجوز رجله عبارة عن أشرطة من الحبل، بيعيش في جزر مجهولة وبيستنى مرور الناس، وأول لما حد يوافق انه يساعده ويشيله على ظهره بيستخدم رجله عشان يكتف الشخص ويستخدمه كعبد ليه، ويجبره على ان يشيله لأي مكان هو عاوزه. رقم 6. النسناس. نص إنسان وليه نص راس ونص جسم وذراع واحدة وساق واحدة، وبيقدر ينط بكل خفية. رقم 7. أبو السلاسل. وحش لما بيتحرك بيصدر صوت احتكاك السلاسل ببعض، ولما بيشوف أي طفل بالليل بيرمي سلسلته عليه وبيسحبه، بيختفي الطفل تماما. رقم 8. الفرق. ثعبان بيوصفوه انه كبير جدا لدرجة انه ممكن يبلع كل البني ادمين اللي موجودين على الارض، بس لولا خوفه من ربنا هو اللي بيمنعه يعمل كده. رقم 1. شاد هوار. حيوان موجود في ارض الترك، بيتقال ان ليها قرن عليه 72 شعبة مجوفة، وان لما الرياح بتدخل جوه التجاويف دي بتعمل صوت زي صوت البكاء والحزن، وفي شعب تانية بتعمل صوت فرح وضحك. رقم 2. العنقاء. بيتميز بالجمال والقوة، ولما بيموت بيتحرق وبيتحول لرماد، وبعدها بيخرج من الرماد وبيرجع تاني طائر العنقاء من أول وجديد، زي اللي موجود في سلسلة أفلام هاري بوتر. رقم 3. طائر القرفة. طائر عملاق بيجمع القرفة من أرض مجهولة علشان يبني أعشاش ليه في أرض العرب، فكان العرب بيقطعوا التيران لقطع ويحطوها قريب من الأعشاش بتاعتهم، ولما الطيور تشيل قطع اللحم إلى الأعشاش ده بيخلي أجزاء من الأعشاش تتقطع وتقع على الأرض، وده عشان حجم اللحمة كبير، فالعرب بياخدوا القرفة اللي وقعت من الأعشاش. رقم 4. المعراج. شبه الأرنب ولونه أصفر، وراسه موجود فيها قرن واحد أسود متوحش لدرجة إن الأسود كانت بتخاف منه. 5. سيرانس. حيوان راسه شكلها مسطح وفي أنفه فيه 12 فتحة صغيرة، ولما بيتنفس بيتسمع صوت زي المزمار، فبيجذب الحيوانات والطيور عليه علشان تسمع صوته، فبيصطاد حيوان منهم ويبدأ في أكله. رقم 6. الرخ. طائر هائل الحجم، بيقدر إنه يشيل الفيلة والحيوانات التانية برجليه علشان يتغذى عليهم. رقم 7. الصناجة. مفيش حيوان أكبر منه في الحجم، وكل حيوان بيشوفه بيموت على طول، وحتى لو هو شاف انعكاسه في المية بيموت، والحيوانات لما بتتعرض له بتكون عينيها مغمضة. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة.